نفسي في محشي كرنب، بس انا في المانيا رحت السوبر ماركت ما لقيتش الا قدامي ايه، الهرمين دول، والمفروض ان هم دول كرنب، فتعالوا نعملهم ونشوف هيطلعوا زي المحشي بتاعنا ولا لا. بصوا دي الورقه بتاعته كده بعد ما فكيته، احنا هنسلقه وكانه كرنب عادي يعني. حطيت في الميه هنا ملح وكمون ويلا بينا. ممكن اكون مش اشطر حد يعمل لكم فيديوهات طبخ، وفي ناس كتير شيفات يعملوا لكم حاجات الطف من دي، بس انا ده حدث تاريخي بالنسبه لي، ما ينفعش ما اشارككمش يا جماعه. انا بقالي حوالي سنه تقريبا ما عملتش محشي كرنب، اوكي؟ والمحشي في العموم انا بعمله في المناسبات، يعني اخر مره كنت عاملاه في عيد ميلادي، عشان كان عيد ميلادي كنت عامله محشي ورق عنب ومحشي شويه حاجات تانية وفلفل وكده، بس ما كنتش عامله كرنب. والمره اللي قبل عيد ميلادي كانت في رمضان، يعني انتوا متخيلين المسافات. ده حدث بالنسبه لي. المهم سبتها تتسبك دلوقتي الصلصه، ورحت جبت الفرخه بتاعتي واللي جايباها كالعاده من تازا ستور. وبالمناسبه ده اجمد مكان من كنت تجيبه من عنده لحوم في برلين كلها، خطير وبيوصل لحد البيت، وفي مميزات كتير مش هتكلم عنها دلوقتي، عامله لكم فيديو تفصيلي عنها بس هبقى منشنهم في الفيديو. المهم دي البهارات اللي انا حطيتها هكتبها لكم على الشاشه برضو. وانا هنا بعمل تتبيله الفراخ، بحط فيها سنه صويا صوص، ممكن ناس ما تحطهاش عادي، من غيرها برضو بتطلع لذيذه. وهتبل بيهم الفرخه وهسيبهم في التلاجة كذا ساعه، يعني هخليها تتشبع كده بالتتبيله وتطرى كويس قوي، بحيث لما تدخل الفرن تستوي بسرعه. المهم هنسيبها في التلاجة ونرجع للتسبيكة بتاعتنا. الصلصة كانت اتسبكت وبردت، رحت حطيت عليها الرز بتاعي. وبالمناسبة يا جماعة ده الرز المصري اللي بيتجاب من قصدي، وده تقريبا احسن رز مصري ممكن تستخدموه هنا، بجد بحبه جدا، اللي هو بيبقى في كرتون كده ومتقسم اكياس، خطير. المهم هكمل المحشي وانتوا تتفرجوا وانا هحكي لكم على حاجه وانتوا بتتفرجوا، لان اكيد مش هشرح لكم الفيديو شارح نفسه، معروف انا بعمل ايه، بس انا هقول لكم على حاجه. انا زمان وانا في مصر اكلات كتير ما كنتش باكلها، ما كنتش بحبها. لما سافرت بقيت اكل الاكلات دي عشان بتفكرني بحاجات، يعني الموضوع بقى نفسي معايا اكتر. يعني بقيت مثلا احب الفول ما كنتش اكله خالص، احب الفول عشان خاطر ماما كانت بتعمله، كانت ماما بتعمله زمان، وانا باتت ما كنتش بحبه خالص للاسف، ما كنتش من مفضلاتي، فبقيت اكله عشان بيفكرني بماما مثلا. فالاكل بقى بالنسبه لي مرتبط بعامل نفسي اكتر، فلما بعمل الاكلات دي انا بحس نفسي سعيده، بحس نفسي رجعت تاني ماما عاملاها لنا بتاع. بالمناسبه انا ماما بتعمل حته محشي يا جماعه اقسم بالله العظيم خطير خطير، الله يديها الصحه. طبعا اكل الامهات في العموم ما فيش بعده، لان الاولاد مش بيبقوا مرتبطين بالاكل زي ما بقول لكم، بيبقوا مرتبطين بالموضوع النفسي بالنسبه لهم. بتمنى من قلبي ان انا اسيب نفس الاثر ده في حياه ابني. المهم انا هنا حطيت المحشي عشان خاطر يستوي، وافتكرت حاجه، افتكرت بعد ما المحشي استوى ان انا ما حطيتش الفرخه في الفرن. ذاكرتي كالعاده انتوا عارفين، بس ولا يهزني عادي، قمت وهيصت ولا تضايقي نفسك يا بنت. بصيت على الجانب الايجابي في الموضوع، وانها قعدت وقت اطول في التتبيله. المهم هنا كانت بقى استوت، ويا الهي ما هذا الذي اراه، اقسم بالله العظيم خطير. بس هقول لكم البتاع ده طلع زي الكرنب بتاعنا ولا لا؟ هو نفس طعم الكرنب بالظبط عادي، نفس الطعم، بس هو لما بتيجوا تسلقوه في البدايه ما تخلوهوش وقت يعني طويل، يعني هو بيتسلق اسرع ورقته رقيقه عن الكرنب العادي، فعشان ما يتهريش منكم ما يبصش منكم ما تخلوهوش وقت طويل، بس ده الفرق. لكن غير كده نفس الطعم بصراحه، وطعمه لذيذ جدا جدا جدا. كان نفسي اقول لكم اتفضلوا معايا، بس بصراحه انا خلصت الاكل كله.